اهلا بكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض اجمل فطاير للغداء او للعشاء، محشيه او ممكن تعمليها ساده زي ما انت عايزه، هشه وطريه وزي القطنه. عارفين شبه المعجنات الصيني الفخمه الحلوه دي. هنشوف بقى ايه مع بعض عملناها ازاي. اول حاجه هنحط بيضه بدرجه حراره الغرفه. المعجنات هنحط فيها بيض، لازم تحط لها مثلا خل، ممكن تحط رشة ليمون، نقطة يعني ليمون. هنا انا حطيت لها فلفل اسود عشان دي معجنات حادقة. بعد كده هحط كوبايتين لبن. طبعا كل ما هتعجني العجينة بلبن بس هتبقى افضل. كمان ان انت تحط لها مية، ممكن تحطي مية بس طبعا باللبن بتبقى احسن. يعني لو ما عندكيش لبن ممكن تحطي لبن بودر. بعد كده بقى هقلب، وحطيت كوباية مية ونص كوباية سكر. فانا حطيت كوبايتين لبن، كوباية مية، نص كوباية سكر، باكت خميرة اللي هو معلقة ونص، وهنا نص معلقة ملح. وهقلب بقى المكونات مع بعضها. والاول حطيت معلقة بيكنج باودر، وبعدين هقلب بقى كويس. طبعا انا قلبت اول ما حطيت البيض عشان ما يتعملش يعني تكتلات او كده. وبعد كده احط معلقتين زيت، ممكن تحطي زبدة، ممكن تحطي معلقة سمنة، ممكن تحطي معلقة زبدة، يعني المتوفر عندك. بعد كده يعني بعد بقى ما قلبت المكونات مع بعض كويس، هبتدي بقى اضيف الدقيق واحدة واحدة. طبعا كل دقيق غير التاني، واحنا طبعا خلاص عرفنا. فبنحط بقى الدقيق واحدة واحدة كده ونعجن كده بالمعلقة الاول. يعني نقلب كده الدقيق في اللبن. ونفضل بقى بعد كده نرمي المعلقة، وبعد كده نعجن بقى بايدينا بالشكل ده لغاية ما تبقى كده، ونغطيها ونسيبها بقى ايه تخمر. هنا بقى بعد ما خمرت بفك منها الهواء، وبعد كده هعملها بقى ايه الكور صغيرة كده بالشكل ده، زي الحجم بقى اللي انت عايزة تعمليها كبيرة شوية صغيرة شوية. دي حاجة ايه ترجع لك يعني. الحشوات بقى احشي اي حاجة عندك، لحمة مفرومة. انا هنا كنت جايبة لانشون وزيتون وجبنة، ممكن تحطي لحمة مفرومة متعصجة، فراخ، لانشون، بسطرمة، زي ما انت عايزة الحشوات دي براحتك يعني. بعد كده هبططها بقى، خليها ايه يعني فرديها بالطول. يعني فردتها كده خليها ايه بالطول. دي اللي هي قطعة الخضار عشان ما تقعدش تجري منك، حطي تحتها منديل او اي حاجة كده عشان ايه تثبت على الرخام. هنا بقى بتقطعي بقى بالطول بالشكل ده كده، ونحط بقى الحشوة، وهوريكم ازاي انا بلفها. طبعا بقى انا قلت لكم بقى ايه، هنا انا حطيت لانشون وجبنة وبقدونس وفلفل. بصوا بقى بجيبها يعني يمين وشمال، إيه زي ما انتوا شايفين يعني ايه الصورة باينة، يعني مش محتاجة شرح. احنا بنفردها كده وبنتني من اليمين، او هنا بقى انا حطيتها في صينية عشان هي هتخمر مرة تانية. يعني بنفردها بالشكل ده كده، وبعدين اللي هي الناحية اليمين والناحية الشمال بتنيها كده تانيتين بعد ما بحط الحشوة، واروح لفها رول على بعضها كده، واسيبها بقى ايه، احطها بقى في صينية مدهونة زيت، بس مدهونة زيت كويس عشان هي هتخمر تاني، عشان ايه ما تلزقش منك. اهو بحط بقى الحشوة، واجي بقى من الناحية اليمين والناحية الشمال اروح تانياها، وبعد كده بروح لفها رول بالشكل ده كده، واقفلها كده من تحت، واسيبها بقى ايه في الصينية لغاية ايه لما تخمر. بغطيها، ولما بتخمر بتكلبز تبقى بالشكل ده كده. لما بقى بعد ما بتخمر ممكن بقى تدهني وشها لبن. هنا انا عملت بيضة، مسكت البيضة قلبتها كويس اوي بالشوكة، وحطيت لها ايه يعني معلقة مية صغيرة كده، عشان متبقاش البيضة ايه كده تقيلة ويعني تكتل كده فوق المعجنات. خلاص بقى بدهن الوش كله بالبيضة. وبعد كده بحط بقى حبة البركة، تحطي سمسم، مش عايزة تحطي خالص براحتك.
بس طبعا حبة البركة حلوة يعني، وعلى فكرة لما تتحط على المعجنات بتدي ريحة حلوة كده وطعم حلو. خلاص بعد انا بقى ما رشيت السمسم بحطها بقى على نار عالية. المعجنات بتحب نار عالية، بحطها في الاخر بتطلع بالشكل ده كده. اول ما تطلع من الفرن بغطيها على طول عشان الافران بتاعتنا بتنشف المعجنات. فهي اول ما تطلع تروح مغطياها كده يعني حوالي 5 دقايق ولا كده. وهو بص انا بوريها لكم وانا بشيلها، وبعد كده بقى ايه بنشيلها برضو بنحطها على اي قماشة نظيفة علشان ايه ما تبقاش تحسي من تحت انها زي المبلولة كده. وهي وانا بقى قطعت واحدة وبوريها لكم، شايفين عاملة ازاي هشة وطرية وجميلة وعجبت الاطفال، والاطفال بتحب الحاجات دي جدا خصوصا في الصيف. وانا بقى كنت سلقة بطاطس وحمرتها وعملت لهم فلفل بطماطم عشان يعني يبلعوا يعني جنبيها. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.